السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم النهاردة في فيديو جديد في أكاديمية اسكندرية. النهاردة جاي أعرفك لو أنت بتطبع على المكنة الكيوسيرا أو بتصور ولقيت الصورة بهتانة بالشكل دوت، فأنت ممكن تحل المشكلة دي إزاي بحيث إن أنت تخلي الصورة واضحة وكويسة. طب إحنا أول حاجة هنعمله حاجة اسمها ريفريش دروم. ريفريش دروم ده بيخلي الدروم يسخن بحيث إن هو يطلع الصورة واضحة. وحاجة تانية اسمها ريفريش ديفولبر دوت برضو بيخلي الديفولبر يلف بحيث إن هو يطلع معانا الصورة كويسة. تمام. خش على السيستم سيتنج، هتنزل لتحت تخش على الاعدادات. تمام، هتلاقي عندك اول حاجه اسمها ريفريش ديفولبر. ريفريش ديفولبر دي لازم تعملها مثلا 3 مرات على الاقل، وهتنزل تدوس سهم تحت هتلاقي عندك حاجه اسمها ريفريش ديفولبر. ريفريش ديفولبر برضو مرتين 3 على الاقل. وبعد ان شاء الله ما هتعمل الريفريش ديفولبر والريفريش روم هتبص تلاقي الصوره ظبطت معاك. انا عارف ان الصوره دي ممكن تقابلك بعد ما انت بتركن المكنه يومين 3 او بتأجز او كده. فعايز اقول لك ان المشكله دي مشكله رطوبه وان الدروم بيرطب، فلازم احنا عشان يسخن الدروم ونخليه يطلع صوره كويسه فلازم نعمل له ريفريش كذا مره للديفولبر وللدروم. ريفريش ديفولبر ريفريش دروم. فاخر حاجه هطلبها من حضرتك، انا عايزك طبعا تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك في الفيديو، ولو عندك اي مشكله في مكانتك بتكتب في التعليقات انا عندي مشكله كذا او الصوره بيظهر فيها كذا او عندي عطل كذا، واحنا ان شاء الله هنساعدك في حل جميع الاعطال. والسلام عليكم.